آه، السي تقي الدين طالب كنا في الحديث مع نقولوا على تربية المواشي، وخاصة كنا في الشعبة تاع الأغنام. نوعين من المشاريع في الماعز. كاين الماعز الحلوب وكاين الماعز من أجل اللحم. الماعز اللحم، الماعز الحلوب هذا الأحسن فيه العدد يكون كبير، وفي نفس الوقت يكون عنده تسويق، ولا يكون عنده حسن إدارة للحليب، والله مثلا يكون إنسان مصنع للأجبان ولا المشتقات الحليب معناها، هنا ينجح. ولا كاين عنده سوق، كاين بعض الأماكن في الجزائر حليب الماعز فيها مطلوب بيجي أرقام كبيرة، مثلا كما العاصمة مطلوب فيها حليب الماعز، سطيف مطلوب فيها حليب الماعز، أماكن مطلوب فيها حليب الماعز، بينما أماكن أخرى غير مطلوب فيها حليب الماعز. بحكم ماذا؟ هنا نعطيك على مستوى جهتنا لهنايا حليب الماعز غير مطلوب. علاش؟ ربما يتوفر. لا، لأنها لأنها عندنا التربية بارك الله المنزلية. التربية المنزلية معناها تلقى الوالدة ولا الزوجة ولا في عندها معزة ولا عندها زوج ولا عندها ثلاثة، ما هيش كمشروع، ولكن من أجل اكتفاء ذاتي عائلي، يعني اكتفاء ذاتي، يكون ما تحتاجش الشراء. بارك الله. هذا في غالب المناطق. بينما باش تجي مثلا لجهتنا تاعنا هنا وتكون تنتج يوميا 200 لتر من الحليب، 200 لتر من الحليب لازمتها تصنيع، يعني ما تباعش. بينما لو كان تكون تنتج اللحم، تعتمد في نوعية الماعز اللي تشريه، تعتمد على الماعز الولود، في نفس الوقت كمية الحليب فيها قليلة، بينما الجدي نتاعو ياسر، عنده عدد كبير. هنا تنجح في تربية الماعز اللحم مش ماعز الحليب. وإذا كانت متوفرة الإمكانيات تقدر تشري الماعز، مثلا هذا اليوم الماعز المستورد اللي ينتج اللحم وينتج الحليب وينتج الأعداد. ما هي الأنواع إذا سمحت تذكر لنا؟ الألبين والصانين بارك الله. هذو فيهم الحليب واللحم، وفيهم العدد، فيهم نسبة توأمة كبير. الحليب ما شاء الله ترجع من كل مزرعة لمزرعة على كل واحد والقامة نتاعو، كل واحد والخبرة نتاعو، كل واحد المعاملة نتاعو، كل واحد تعطيه نتيجة ما شاء الله في الحليب. ترجع للحم ثاني مدو ما شاء الله، في نفس الوقت في السوق تلقاهم غاليين كأرس. بينما العربية الحو احنا هذيك اللي نقولوا لها احنا العربية نتاعنا هذيك لاراس لوكال ولا المحلية، هذيك صالحة لإنتاج اللحوم. بحيث الحليب ما يكونش فيها كثير، ما توصلش لواحد لتر، معناها جهدها ما تكفي بنها، ولا العائلة تاعها، ولا العائلة تاعها هذا صح القول. هي العائلة نتاعها، نقدروا نقولوا العائلة تاعها هذاك ما تكفي. يلا وبينما فيها خير وبركة في اللحم. بارك الله فيك. بالنسبة للمصاريف الأعلاف قليلة فيها، التكاليف نتاعها قليلة، خاصة مثلا كما عندنا حنايا، وهذا الشيء اللي تربينا به كامل والحمد لله يا ربي. عندنا الجنة، عندنا الغيب، عندنا البساتين، الحقول كذا. نقدر نربي حاجة في الدار ونروح نحشلها ونجيب لها ونطعمها بلا ما تتحرك، ما تحتاجش مساحة، ما تحتاجش. هذه الحاجة المليحة في تربية الماعز، وهذا هو اللي
مثل حب يقول لي عنده راس مال قليل يبدا بالماعز. يبدا بالماعز احسن. وما ما يمشيش اللي كان في المناطق، يعني المناطق اللي غير رعويه غير رعويه، ولا حتى مناطق اللي تكون فيها مثل تمتاز بتربيه المواشي، ما كان عليه يتوجه للمعز الحالوي، يتوجه للمعز اللحم نقولوا تاع اللحم. اي لحم. بارك الله فيك سي تقي الدين. ان شاء الله. نقطه اخرى نروحوا للبقر. البقر عن تجربه، معناها بما اني في الصحه الحيوانيه، وبما اني معناها نطوف بين الموالين، وبما اني معناها مخالط الميدان، مخالط السوق، نخدم فيهم. البقر في الجهه نتاعنا هنا نقدروا نخدموا التسمين فيه، اما الانتاج صعيب. الانتاج الحليب يعني صعيب فيه. علاش؟ عوامل الجو، عوامل المناخ تأثر تأثير كبير، لأنها إلا إذا كانت توفرت معناها إمكانيات كبيرة ياسر، كمستثمرة مثلا، مستثمرة مدعمة بكل الوسائل والإمكانيات والتقنيات اللي تعطي للبقرة الراحة نتاعها التامة، ولا تخلي البقرة انها تمد اقصى ما عندها من انتاج. خاطر البقر في السخانه يدير عنده واحد ستريس، عنده واحد القلقه، عنده واحد التوتر، عنده واحد هذا كيأثر على كميه الحليب اللي ينتجها. وكميه الحليب اللي ينتجها كما نعرفوا انه الحيوان بتعبيري انا هو آلة تحويل المادة النباتية اللي هي العشب ولا ناتج نباتي، شعير وقمح وخرطال، إلى يا إما لحم ولا حليب. هو آلة تحويل. إذا كان أعطيتها تاكل مليح وما أعطتنيش النتيجة المرجوة، بقرة كي تجيب لي 20 لتر، أنا كتقني في الميدان نعتبرها ما اعطتنيش نتيجة، لأنه علاش؟ تعبها ومصاريفها أكثر من 20 لتر. يليق البقرة تعطيني أكثر من 30 لتر باش معناها يكون المخروج فيها مليح. إضافة في الجهة المقابلة نرجع للتسمين. التسمين هنا نتاع العجل في الجهة شمال الجنوب، هذا نعم شمال الجنوب بس كرارة تعتبر شمال الجنوب، إنها بيننا وبين شمال سلسلة فقط، سلسلة من الجبال. في المنطقة هذه مناطق حارة، ثم عندنا تقريبا حتى 8 شهور 7 ل 8 شهور سخون الحال فيها، الجو سخون ولا معتدل إلى حرارة. العجل يلقى راحته، الماكلة في الجسم تنفع، الانتاج تاع اللحم عند العجل يكون مليح، يكون قوي. على عكس ممكن شمال القراسة نتاعهم ماهيش كيما القراسة تاعنا. احنا القراسة تاعنا فيها اللحم، خاطر علاش؟ السخانة هذيك تذوب شحم. إذا سمحت تعطي التربة تلعب دور. التربة تلعب دور كبير في التسمين. دور كبير. علاش؟ كما نولوا الكلام يعني اللهجات المحلية من منطقة إلى أخرى. وربما هذا المصطلح نتاع لهجات الأجداد يعني راه كل يعني تشمل كاع الجزائر، ولا ربما حتى المغرب العربي. يقول لك بلاد مرية وبلاد موخمة ولا مرهنة. ربما وصلت الفكرة. دركا هي الفكرة وصلت. بينما كلمة مرية ولا موخنة ولا هذو كلمات نقدر نقول لك
اللي ما يكونش عروبي بحالي وحالك ما ما يسمعش بيه. ما يقدرش يفسرها. كلام صح ما كلام. يقدرش يعرفها. بينما هي في الأصل واه. في الأصل هي الأرض الشيء اللي تنبتو راهو عكس الصورة على المعادن اللي كاينه فيها. نعم. هنا لو كان جيت تغرس الشيح ما تقدرش تغرس الشيح. نعم. ما ينوضش. كلام. كلام. جيت تغرس الحلفة ما تقدرش تغرس الحلفة. خاطر علاه الجو مش بلاصتها والارض مش نتاعها. المكونات اللي كاينه في الشيح ترجع بالسلب ولا بالايجاب على الحيوان، لان كاينه علاقه بين الحيوان والتربه والنبات والجو. هادو عندهم علاقه وثيقه، يعني علاقه ما عندهمش كيفاش نعزلوهم على بعضها. نرجعوا لنقطه اخرى وهي تربيه الابل. خرجنا من البقر نرجعوا للإبل. أنا راني نتكلم كما هكا مش معناها راني نعرف كلش ولا حاشا ولله، لا معناها راني ننقل في التجربة نتاعي وننقل في الشيء اللي عرفته خلال سنوات عمري. أنا من كان في عمري 7 سنين 8 سنين عندنا واحد الرحبة في البلاد نخرج لها جدي نبيعو. كلام الحاج الله يرحمه. وهي الرحبة الرحبة تاعنا، وهي الرحبة ما هو السوق المعروف وطنيا، ولا نقدر نقول حتى ربما حتى على خارج السوق المحلي الصغير. هو طولقة لا فغالة. لا في فغالة. هذا كان سوق في محلي صغير في البلدة. يعني داخل الحارات يعني. بارك الله. كنا نبيعوا ونشروا فيه. الحمد لله لليوم راني في المجال في الميدان. الحمد لله. بارك الله فيك. الناس اللي تخدم الإبل خلطهم مليح، وعندنا ناس ما شاء الله يخدموا ويكسبوا. كاين اللي عنده 100 ناقة الله يبارك. تبارك الله، ووصلت حتى اللي عنده 400، وكاين اللي عنده 800 ناقة، وولاد البلاد هنا بارك الله والحمد لله. الإبل فيها قسمين. إذا كان بلاصة عندها لتاع مثلا من تحت ولا جلال الهيه، كاين لتاع مغير سطيل الواد برايس فيها لتاع. هنايا نقدروا نربوا الناقة. نقدروا نربوها ونقدروا نعلفوها ونقدروا المنتوج نتاعها ثقيل. بعد عامين باش يوجد الحوار تقدر تبيعه. هي عام وهو في كرشها وعام وهو في الارض، سبحان الله، باش تقدر تبيعه. هذا يحتاج المشروع هذا يحتاج واحد باله طويل وراس ماله ما يهمش كبير ولا صغير. يقدر يبدأ حتى ب10 من الإبل. قلنا البل من 10 والغنم من 10. والغنم من 10. البل من 10. العشرة هي الناقة الحامل. بارك الله فيك. معناها من وحدة تقدر تدير إبل، ولكن ترعى برا ما عليهاش تكاليف، تتفكرها غير وقت الزكاة. أيوة. بينما كاين نوع آخر من تربية الإبل. تربية الإبل هو التسمين. الأمهار هذيك اللي في عمرها عام باش مولاها يبيعها، هذيك تشتريها أنت وتسمنها. الخاصية اللي في الإبل إنها إذا كان لقيت الراحة ولقيت الماكلة ما تطولش. مدة التسمين تاعها مش طويلة، من 45 يوم حتى 55 يوم. 55 يوم معناها تقدر تحصد المنتوج. وبالله التوفيق
حنايا نشكركم بارك الله. ونفرحوا بكم. بارك الله. فرحنا بكم. الله يعطيك الخير. ومازلنا نفرحوا بكم. بارك الله فيك. كي تزورونا وتشوفونا. ماذا بيا اخي ان شاء الله في راه الفيديو هذا التالي ان شاء الله يطلع هنا في علامه الاي، ولا يطلع على يسار الشاشه، يعني هنا ولا هنا على يسار الشاشه، ولا لا، ولا على يمين الشاشه، واللي كنركز عليه هنا في علامه الاي. تقدروا تشوفوه، وهو ما هي الامراض ولا ما هي الوقايه اللي لابد من الموال يحذر روحه منها، ولا يقول لك الوقايه خير من العلاج. ما هي الاخطاء اللي ربما يتوقع فيها الموال، ربما بغير فهم حتى تمرض له الماشيه تاعه. اي نعم، هذا موضوع. تبعوا خاوتي ان شاء الله كما قلت لكم في الفيديو المقبل.